لحظة إدراك إن ربنا ما قالناش في القرآن صلوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن أقم الصلاة. وده فرق كبير جدا ما بين إني أصلي وإني أقم الصلاة. اللي بيصلي بيحافظ إنه يومه يكون في صلاة، بس ممكن يكون بيأخرها، بيجمعها بدون داعي، بيعمل حركات بجسمه بس قلبه أصلا مش حاضر، بيصلي بسرعة، بيسرح كتير، لما بيعمل ذنب مش بيربطه بإنه هيقابل ربنا كمان شوية في الصلاة. يعني بيصلي لمجرد أداء فريضة، أنا لازم أعمله علشان أنا مجبر عليه. لكن اللي بيقيم الصلاة بيحافظ على وقت الصلاة يمكن من قبل ما تبدأ أساسا، يعني هو بيستعد من قبل ما الأذان يأذن، بيستعد ليها كأنها مناسبة، وهي فعلا أعظم مناسبة. الصلاة هي صلة العبد بربه، يعني مقابلة ما بينك وما بين ربنا. فاللي بيقيم الصلاة شايفها غير انها واجب عليه، هو شايف نفسه انه في احتياج للمقابلة دي عشان يفصل من دوشة الحياة. فالهدف مش اننا نصلي، لكن الهدف الحقيقي اننا نقيم الصلاة زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها. وبس كده.